السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى كلشي يكون في صحه جيده. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد في قناه اسطرة عبدو. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد المرض اللي شائع عند بزاف ديال مربين الدجاج، اللي هو مرض السالمونيلا. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على كيفاش نوقيو راسنا من هذا المرض هذا باش ما نطيحوش في هذا المرض. كاينين اسباب قلالين هما اللي كيؤديو لهذا المرض ديال السالمونيلا، وغنهضروا ان شاء الله على جوج الادويه اللي فعاله لهذا المرض ديال السالمونيلا. السبب الاخوان الاول ديال المرض ديال السالمونيلا هو قله النظافه في العنبر، او الاكتظاظ في العنبر، او الماكله كطيح في الارض الاخوان وكيعاود ياكلها الطير. لذلك كتسبب مشاكل في الامعاء وكتسبب لهذا المرض ديال السالمونيلا. نتكلموا الاخوان دابا على الادويه الفعاله لهذا المرض هذا. كاين الدواء الاول هو نوفاموكس، الماده الفعاله ديالو اموكسيليلين ديال 100 غرام. وكاين الدواء الثاني الاخوان هو التيم بي اس، كيلاقي 3 ديال الامراض: الكوريزا والكوكسيديا والسالمونيلا. اخوان ندوزو للطريقه ديال الاستعمال، كيفاش نديرو الاستعمال ديالو. بالنسبه لطريقه الاستعمال الاخوان ديال نوفاموكس والتيم بي اس، كنديرو معلقه صغيره مرازيه ديال نوفاموكس بشرابه صغيره ديال اطرونس، وكنديرو 2 المليم من التيم بي اس في شرابه صغيره. بالنسبه للاخوان اللي عنده نوفاموكس بوحديتو راه يمكن لك تعطي بالسالمونيلا، ولا كان عندك التيم بي اس راه من الاحسن راه كتكون تعطي شي 3 ديال الامراض في دقه واحده. ولا كان عندك نوفاموكس التيم بي اس راه يمكن لك زعما دير معلقه مرازيه ديال نوفاموكس و2 المليم ديال التيم بي اس، غتكون طريقه 3 ديال الامراض، 2 ديال الادويه في دقه واحده. بالنسبه للطريقه الاخوان ديال هذا الدواء هذا، بالنسبه للطريقه الاخوان ديال الدواء هذا، كيبدا من 3 ايام حتى ل 7 ايام على حسب الحاله ديال الطائر كيفاش دايره. الا كان المرض بدا المرض ديال السالمونيلا بدات الاعراض الاولى. الاعراض الاولى الاخوان كتكون البزقه، كتكون فيها الاسهال جاريه، كتكون جيريه بيضاء، ومع تطور الوقت كتولي البزقه خضراء حتى الطير كيفقد النشاط ديالو، ما كيبقاش ياكل وما كيبقاش يشرب، لا قدر الله حتى الوفاه. بالنسبه للتريطمون الاخوان ديال هاد الادويه هذا، كيبدا من 3 ايام ل 7 ايام على حسب الحاله ديال الطائر. بالنسبه للتريطمون الاخوان ديال هاد الدواء هذا نوفاموكس ولا التيم بي اس، كتبدا التريطمون من 3 ايام حتى ل 7 ايام على حسب الحاله، واش حرجه ولا بدا المرض ديال السالمونيلا. المهم اخوان دابا ندوزو للطريقه ديال الاستعمال ديال نوفاموكس والتيم بي اس. بالنسبه للاخوان بزقه ديال مرض السالمونيلا كيفاش كتكون، انا نخليها لكم الفوق. كيفاش كتكون الحاله ديال الاولى كتكون جيريه، ومن بعد كتولي خضراء، ونخلي لكم حتى الطير كيفاش كيولي فاش كتزاد الحاله ديالو. كيف ما كتشوفوا الاخوان دابا نقدموا الدجاجات ديالنا الطريطمو ديالهم ديال التيم بي اس ونوفاموكس، كنكونوا ديجا قبل عطشناهم ساعتين باش ما كنحطوا الضوء كيشربوا. كما كتشوفوا الاخوان اللي شاف شي حاجه يقول تبارك الله. بالنسبه للاخوان انايا الدجاجات ديالي راه في صحه جيده الحمد لله. انا راه عطيتهم الطريطمو غير وقايه من المرض ديال السالمونيلا وصافي. بالنسبه للاخوان انايا الدجاجات ديالي راه الحمد لله راه في صحه جيده. انا راه بنعطيهم الطريطمو وقايه، طريقة الوقاية من ديال المرض ديال السالمونيلا وصافي. بالنسبة للاخوان اللي بغى يعطي الدجاجات ديالو طريقة وقاية للدجاج ديالو، يعني ما مريض ما والو بمرض السالمونيلا، راه يعطيهم الطريقة غير ديال 3 ايام. وبالنسبة للاخوان اللي الدجاجات ديالهم مرض، يلا الحالة بدات ديال السالمونيلا، من الاحسن يعطيهم 5 ايام وكتوصل حتى ل 7 ايام. اخوان دابا كما كتشوفوا قدمنا الدجاجات ديالنا الطريطمو ديالهم، وراه ما كنعطيهم الطريطمو ديال 3 ايام ديال الوقايه، كنعطيهم 3 ايام عاوتاني ديال مضاد السموم باش كيصفي لهم السموم من الكبده.
الاخوان. المهم اخوان، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. اللي شاف شي حاجه يقول تبارك الله. كنتمناو يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك وكومونتير ومتابعه باش يوصلكم جديد ان شاء الله.